حراسة المرمى في المملكة العربية السعودية باتت ظاهرة. الهلال يبحث عن حارس محلي، والأهلي يبحث عن حارس محلي، والاتحاد تعاقد مع حارس محلي، وأكثر من نادي يريد التعاقد مع حراس محليين. ممكن لتراجع مستوى بعض الحراس الأجانب، ممكن للإصابات، ولكن هناك أزمة حقيقية. لذلك أطالب حقيقة بزيادة رقعة عدد اللاعبين المسجلين. لازم يكون هذا الشيء مرن إلى حد كبير. يقولون أن هاكان شان هانوغلو من ضمن خيارات نادي النصر الرئيسية. والله النصر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذا جاب هاكان من أفضل اللاعبين مع بروزوفيتش، حققوا ثنائية رائعة، والآن بروزوفيتش موجود وممكن تكون ثنائية جميلة صراحة لهاكان شان هانوغلو، اللي كانت في مشكلة بينه وبين المهاجم لوتارو مارتينيز في كأس العالم للأندية، وبعد ذلك تم الصلح وتم التأكيد على أن اللاعب مستمر مع نادي انتر ميلان. إن من المنتظرين. الاتحاد موضوعه يزداد غموضا، خصوصا الآن مع فكرة استعارة علي البليهي من نادي الهلال. اللاعب يبدو أنه هو موافق، وعلي البليهي إذا كان في وضع طبيعي ترى مدافع ممتاز. إذا ما كان في لحظات تركيزه فيمثل عبء، لكنه مدافع ترى صاحب إمكانيات كبيرة، والمدافع الأشول ترى عمله نادرة. أنا ما أتكلم الحين في هذا الموضوع، أتكلم يا جماعة الأهلي يتعاقد، النصر يتعاقد، الهلال يتعاقد، الاتحاد وين؟ الاتحاد وين؟ الوضع مقلق لجماهير الاتحاد. على الأقل تعرف يا أخي، إذا استنفذ كل المبالغ قولوا استنفذ، إذا مالك شيء قولوا مالك شيء. أما تجعل الوضع مقلق بهذه الطريقة فهذا شيء محير. هذا الموسم رقم 17 في عهد المحترفين، عاصرناه من بدايته من 2008-2009، وعشنا الحالة. نتذكر أن الأهلي كان أول الأبطال وهو آخر الأبطال. نتذكر أن العين الفريق الوحيد اللي حقق لقبين متتاليين، فمن ميزة دورينا عدم تكرر الأبطال. لدينا 5 أبطال في ظرف 16 موسم، أو 6 أبطال. 6 أبطال نعم، لأني أتكلم العين حقق 5 بطولات، شباب الأهلي حقق 5 بطولات، جزيرة 3 بطولات، الوحدة بطولة، الشارجة بطولة، الوصل بطولة، وبالتالي 6 أندية من أصل 8 سبقا حققت البطولة. الشباب طبعا راح بعد الاستحواذ، والنصر يبقى الفريق الوحيد اللي حقق الدوري قبل الاحتراف ولكن لم يحققه في عهد الاحتراف. هل أنا متفائل أم متشائم في هذا الموسم؟ أنا متفائل لعدة اعتبارات. عمل الرابطة كبير، عمل الأندية والتعاقدات كبيرة، القيمة السوقية تجاوزت 2.6 مليار درهم. فيه حراك كبير شهدناه، وعلى رأس الأندية النصر، الوصل، الوحدة، هذه متسيدة المشهد. شباب الأهلي مرشح للفوز ببطولة الدوري، الوصل أضعه مرشح للفوز ببطولة الدوري على العمل الكبير اللي قدمه. لا أرى أن عمل العين جيد، ولكن ياما العين بصراحة كان غير مرشح، وبالذات في بطولة الدوري اللي يقول هذه لعبتنا. الشارجة موجود في النخبة الآسيوية وبطل دوري أبطال آسيا 2. الوحدة حراك كبير جدا، الجزيرة، النصر، هذه الأندية لها باع كبير جدا. يعني حتى من الأندية اللي عملت في الفترة الصيفية هذه، نادي بنياس عمل تعاقدات كبيرة وغير مسبوقة. كالباء شيء من الاستقرار لشكل تميز المواسم الماضية. خورفكان، عجمان، كل فريق لديه إمكانيات، البطايح، دبا والظفرة اللي صاعدين، أتمنى أني ما نسيت أي نادي. فبالتالي احنا نتكلم على مجموعة من الأندية اللي لها حظوظ في الفوز بالبطولة، حظوظ لفرق أخرى في التقدم في جدول الترتيب، وهذا حق مشروع. وأندية تريد أن تقول يعني لا للهبوط ولا لقاعدة الصاعد هابط. فبالتالي أنا متفائل بشكل عام إن شاء الله لموسم رياضي يكون مختلف ونعيش إثارة دورينا. الجولة الأولى والدوري ينطلق مبكرا 16 من أغسطس. غدا ينطلق الدوري. طبعا تعرفون هذه فترة القيض، فترة الحر، فترة الصيف. جولتين راح تلعب، من شأنها أنها تجهز منتخب الإمارات. الجولة الأولى تقريبا تخلو من القمم.
لكنها بتكون متابعة ومشاهدة. أبرز مباراة ممكن تكون الوصل وبنياس للظروف اللي تحدثت في الصيف والتحركات الكبيرة، ممكن تعطي المباراة قمة، بالإضافة لجمهور الوصل اللي يتوعد بحضور كبير جدا. الوحدة جماهيرها أيضا تعد بالحضور. في زعل عيناوي ملاحظ، لكن ما ندري هل سيحضرون أم لا. المباراة الأولى أمام البطايح في العين. الشارجة سيلاقي دبا. شباب الأهلي سيلعب على أرضه كحامل لقب يستضيف الظفرة. من المفترض أن الجمهور يكافئ على موسم تاريخي بالموسم الماضي بالحضور. بالتالي احنا نتكلم أيضا مباراة النصر وكلبا بتكون من المباريات المميزة. خلونا نشاهد مباريات الجولة الأولى من دورينا. الظفرة سيحل ضيفا على فريق شباب الأهلي. طبعا يدرب المونتينيغري بيتروفيتش، والفريق طبعا أقام معسكره في سلوفينيا واستمر لمدة أسبوعين، واستقطب مجموعة من اللعيبة المقيمين. ويلتون من مثلا فلامينغو، سيرافيم من بوتافوغو، مارسيلينيو، مجموعة من اللعيبة البرازيليين. كذلك جوزيه ويلتون، أيضا المدافع المغربي محسن ريجا، قادما من المكناسي في صفقة انتقال حر، انضمام كريم البركاوي طبعا لاعب نادي الرائد لسنوات طويلة جدا. وعلى صعيد اللعيبة المواطنين جاب لعيبة أغلبهم من الجزيرة، جاب زايد العامري وعبد الله فدعق، وجاب عبد الله الكربي من خورفكان، وجاب مجموعة من اللاعبين، وجدد تعاقده مع خليل إبراهيم كابتن وقائد الفريق اللاعب الوحداوي السابق، ريان يسلم أيضا من اللعيبة اللي موجودين، ومنصور الحربي ويوسف المنصوري وأمجد السيد، والمهاجم المغربي محمد الخلوي. وطبعا الظفرة لديه طموح البقاء. بينما حامل اللقب شباب الأهلي مع باولو سوزا مستمر لحامل اللقب. كانت في انباء انه ممكن يغادر، ممكن كانت عنده مطالبات انه يكون اكثر من موسم يكون عقده. ضم لاعب الوسط الارجنتيني ايرالا من سان لورينزو الارجنتيني. ضم ايضا اديسون البرازيلي من الدوري البرازيلي. لاعب الوسط الايراني رضا قادما من نادي بيكان الايراني. والمدافع كايكي فرنانديز صاحب 21 سنة من الميريا. معسكر كان في النمسا، وخذ 3 مباريات ودية. وكذلك طبعا الفريق يبدو في مرحلة استقرار كبيرة. باولو سوزا يقول أننا خضنا معسكرا خارقا، أي أنه يشيد بالمعسكر الذي قدم الفريق ويحترم فريق الظفرة في تصريحه. بينما بيتروفيتش المدرب المونتينيغري لنادي الظفرة قال نحترم شباب الأهلي ونعرف أنه فريق كبير، ولكن سنقدم ما يجب في هذه المباراة، بشعار أن الظفرة لا يكون صاعدا هابطا. على فكرة شباب الأهلي جدوله بيكون من أصعب الجداول في بداية المسابقة. هو سيلتقي بالظفرة في المباراة الأولى، ثم سيلعب مع الوحدة. يعني بعطيكم أول 5 مباريات على استاد النهيان في الجولة اللي بعدها، ثم سيستضيف بنياس، ثم الديربي أمام النصر، ثم الكلاسيكو أمام العين. وبالتالي 5 جولات لا تخلو على الأقل من 3 قمم كبيرة. لذلك أعطيكم جدول أول 5 مباريات لفريق الظفرة: ضيفا على شباب الأهلي في الجولة الأولى، مستضيفا للوصل في الجولة الثانية، ملاقيا لدبا على ملعبه في الجولة الثالثة، ضيفا على الوحدة في الجولة الرابعة، وعلى أرضه سيلاقي البطايح في الجولة الخامسة. دبا سيكون بقيادة المدرب برونو بيريرا، مدرب البرتغالي. عاد دبا ما شاء الله ما شاء الله يا القائمة اللي جايبها: يوهان وكازما وإليجيه ودياكيتي ومامي بيلا مقيمين، ها، وأمبوفو مع بعضهم من اللعيبة اللي كانوا في الدوري، عبد الله بيف، فينيسيوس إعارة، دييغو سوزا،
على مستوى أيضا أوتشينو لاعب معار، محمود المرضي اللاعب الأردني، إياغو سانتوس، مهند علي لاعب المنتخب العراقي، دي باروس اللي جددوا عقده، لعيبة مواطنين، راشد مصبح، عبد الله سلطان، عبد الله خميس، ما شاء الله، مايد الطنيجي، وليد حسين، علي الضنحاني، فهد بدر وغيرهم، مجموعة كبيرة من اللاعبين لدبا. الملك الشرجاوي ضيفا على دبا، كيف كان عمل الصيف يا ملك؟ طبعا ميلوش كما تعلمون مدرب الوصل السابق أصبح هو مدرب الفريق بعد حقبة السيد أولاريو كوزمان. من الأخبار السارة لعاشق كرة القدم هو عودة إيغور كورنادو للبيت الشرجاوي لمدة موسمين قادم من كورنثيانز، وصفقة كذلك الإعارة للاعب الألباني فيتا، وأيضا المهاجم الألباني ماتاي اللي تحدثنا عنه، ولاعب أرجنتيني بوبليتي اللي كان في نادي الوصل، وبيرغوفيتش 23 سنة بعقد لمدة موسمين. الشارجة أجرى معسكره في النمسا، والشارجة في أول 5 مباريات سيكون ضيفا على دبا في الجولة الأولى، مستضيفا للجزيرة في قمة كبيرة في الجولة الثانية، ديربي أمام خورفكان في الجولة الثالثة، يستضيف عجمان، والجولة الخامسة ستكون قمة تقليدية أمام الوصل. في تصريحات بيريرا وميلوش يقول سنحترم دبا اللي غير كثير من اللاعبين، ولكن نعرف طريقة وأسلوب لعبهم وسنحترمهم كما نحترم أي منافس. بينما بيريرا يقول مواجهة فريق قوي في الجولة الأولى ليس بالأمر البسيط، نحترم الشارقة ونعرف إمكانياته وسنحاول أن نقدم كل ما لدينا منذ الجولة الأولى. تحدث الآن عن فريق كلبا بقيادة رازوفيتش المدرب اللي للموسم الثاني على التوالي صاحب 51 سنة. أهم الصفقات اللي حدثت للفريق الكلباوي البرازيلي سامويل، صفقة انتقال حر من بنياس، المدافع أمير حسين إعارة من ساجي، تعاقد أيضا مع الفرنسي سيكو ليغا عقد لمدة موسمين، أيضا مع البرازيلي أو مع مدافع المنتخب الأولمبي أحمد مرة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي شباب الأهلي، تعاقد أيضا مع الدولي علي سالمين لمدة موسمين، كذلك يعني على سبيل الإعارة كان في الموسم الماضي الفرنسي سيكو ليغا، سيكو بابا إعارة من العين، تمديد عقد الحارس سلطان المندري حتى 28، وحمد المنصوري لمدة موسمين، وأيضا الإيراني سامان قدوس، استغنى عن الإيطالي طبعا دانيال بيسا، وراح على الفريق بعد نهاية إعارته من شباب الأهلي الإيراني مهدي قائدي المنتقل للنصر طبعا، وجدد مع المهاجم كما ذكرنا سامان قدوس، وأقيم أو أقام معسكره في سلوفينيا. النصر أيضا دائما من الأندية النشطة في الفترة الصيفية. سلافيا يوكاتوفيتش خلفا طبعا للهولندي ألفريد شرودر، وطبعا غاب عن الساحة الكروية في آخر موسمين بعد تجربة مع الدينامو موسكو اللي أقال من منصبه في مايو 2023، لكن مسيرة كروية جيدة كلاعب ومدرب، وطبعا لاعب الوسط لمنتخب يوغوسلافيا من فترة 91 ل 2000، ودرب العديد من الأندية مثل فولهام الإنجليزي، واتفورد الإنجليزي، أيضا الغرافة القطري دربه. المهم النصر جاب المدافع النمساوي كراماتيك من في صفقة حتى 2028، جاب حارس المنتخب الأولمبي عدلي محمد من ساوثهامبتون بعقد 5 سنوات، المهاجم الإيراني مهدي قايدي صاحب 26 سنة، المهاجم المقيم المالي شيخنا دومبيا إعارة من شباب الأهلي، سولومون سوسو لاعب المنتخب الأولمبي إعارة أيضا من العين، جوناتاس أيضا إعارة من العين، تعاقد مع اللاعب سالم سلطان لاعب الشارجة
عقد لمدة موسمين، تعاقد مع محمد عبد الباسط 3 مواسم، تعاقد مع المدافع عبد الله إدريس حتى عام 2028، لاعب كان معار من نادي الجزيرة الموسم الماضي. تعاقد مع اللاعب زايد الزعابي لمدة 3 مواسم أيضا قادم من نادي الجزيرة. معسكره كان في ألمانيا ولعب 5 مباريات ودية النصر هناك. رازوفيتش المدرب المعروف يقول أن هذه المباراة أو دائما المباريات الافتتاحية مباريات مهمة، وسلافيا قال يجب أن نظهر بمظهر جيد منذ بداية الموسم. نروح للعين. العين طبعا مع الصربي فلاديمير إيفيتش اللي قاد الفريق من الموسم الماضي من الجولة 15 ويستمر في الموسم الحالي. تعاقد مع المدافع الدولي المصري رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، وشارك طبعا في كأس العالم للأندية، وعقد رامي ربيعة لمدة موسمين حتى 2027. فيه مقيمين جدد مثل راتنيك 21 سنة المدافع، يحيى بن خالق أيضا المدافع المغربي اللي يبدو أن إمكانياته جيدة، الظهير ياسيتش صاحب 22 سنة، الجناح المغربي نسيم شاذلي 22 عام، والمهاجم الحسين رحيمي أخو سفيان رحيمي، بالإضافة ل7 لاعبين متواجدين طبعا بشكل سابق في الموسم المنصرم مثل المدافع أمادو ديانج، تراوري، كوماري، أيضا متوسط الميدان حميد محمد، زميله في الوسط النيجيري جوشوا والساركي، وكذلك سنابريا اللي رفض العين أن يتخلى عنه. طبعا العين تم توقيع مع رافا رودريغيز الظهير الأيسر اللي شارك في آخر مباراة للعين في مكان إريك لاعب منتخب البرتغال في اليورو تحت 21 سنة. ومعسكرات طبعا العين كانت في قبل كأس العالم وفي أيضا العاصمة المغربية الرباط، واللي كانت من 29 الشهر الماضي بمشاركة 26 لاعب. نشوف أن العين جدوله في أول 5 مباريات راح يستضيف البطايح، راح يكون ضيف على دبا، بعدها راح يكون أيضا ضيف على الوصل، سيستضيف خورفكان، وسيلتقي شباب الأهلي. هذا مؤشر هل سينافس العين أم لا. من خلال أول 5 مباريات دائما تتضح طموحات العين. البطايح طبعا مع مدربه النجم الإيراني السابق فرهاد مجيدي، تعاقد مع حارس المرمى عبد الرحمن العامري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الجزيرة. تعاقد أيضا مع حارس المرمى حمود حويج قادم من نادي دبا. تعاقد مع البرازيلي جيان لوكا في صفقة انتقال أيضا حر نهاية عقده مع الوحدة. واستغنى عن الحارس درويش محمد وأحمد خليل ومحمد أحمد وهنريكي، واستعار عمر كيتا من فريق شباب الأهلي. يعني قائمة الأجانب عندهم بورغيس من الراس الأخضر، وأناتولي المهاجم الكبير الكاميروني، وكذلك عزيز جانييف لاعب الخبرة الوسط الأوزبكي، ومليكي من ساحل العاج. وأيضا في المقيمين لديهم مروان البرازيلي ورافائيل بيريرا البرازيلي ونيتو أيضا البرازيلي، والمعسكر كان في صربيا. إيفيتش وفرهاد مجيدي مواجهة وجها لوجه. طبعا إيفيتش يقول راضي تماما عن المعسكر وأنظر أن ينعكس ذلك على أداء الفريق وعلى الطموح، ونحترم البطايح كما نحترم جميع المنافسين. فرهاد مجيدي قال أنه يعلم قيمة العين وقوة العين التاريخية، ولكن طالب كل لاعبيه باللعب بشجاعة في هذه المباراة. الآن خلونا نشوف تاريخ مواجهات الفرق في المباريات الأربع اللي تكلمنا عنها في الجرافيكس التالي، ومن ثم لنا حديث. من سيكون عريس الموسم في نهاية المطاف؟ وتقام له السهرات والحفلات بالتتويج ببطولة الدوري، البطولة الغالية. هل يحافظ شباب الأهلي على لقبه؟ هل ينتفض الزعيم العيناوي ويحقق رقم قياسي؟ هل يقتنص الملك الفرصة لتقليص الفارق؟ هل من صحوة عنابية؟ هل من رؤية جزراوية؟ هل من تفوق نصراوي؟ أم أن الإمبراطور والفهود لهم
وثبة هم المرشحين هذا الموسم. شخصيا أميل أن الشباب الأهلي يكون هو بطل الدوري.